السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس منى عبد الله، معلمة رياض الأطفال. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تأسيس ماس كي جي 1. قبل ما نبدأ الحلقة، لو لسه بتتفرج على حلقات التأسيس دي لأول مرة، انزل اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك درس ماس أول بأول. ولو عجبك الفيديو ده واستفدت منه، اعمل لايك وشير الموجودين أسفل الفيديو. حلقتنا المرة دي بعنوان كالندر النتيجة، Four seasons الفصول الأربعة and weather الطقس. مهم جدا الطفل في كي جي 1 يكون عارف يقرأ الديت التاريخ، يكون عارف الداي اليوم، months الشهر and year والسنة، وده من خلال كالندر النتيجة. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعلم الطفل معرفة قراءة الكالندر النتيجة بشكل عملي من خلال الفيديو اللي جاي ده. تأسيس ماس كي جي 1 Lesson 15 كالندر النتيجة Four seasons الفصول الأربعة and weather والطقس. أول حاجة معانا هنا الكالندر النتيجة، ودي الطفل بيعرف من خلالها الديت التاريخ، يقدر من خلاله يقراه ويكتبه، وده من خلال الكالندر اللي موجودة في البيت أو من خلال الكالندر اللي موجودة في المدرسة زي اللي موجودة قدامنا دي. بتكون موجودة في الماس وول حائط الرياضيات، وده موجود في المنهج الجديد Education 2.0. يقدر الطفل من خلاله يقرأ ويكتب الديت. موجودة قدامنا باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، الطفل لازم يعرفها باللغتين. أول حاجة معانا هنا الكالندر باللغة الإنجليزية. موجود قدامنا هنا days الأيام from Saturday to Friday، وكمان المانثز الشهور January to December، وكمان مرقمة from 1 to 31، ومع كل بداية شهر بنبدأ نعد الأرقام من البداية. هنا months of the year شهور السنة، وهم 12 months 12 شهر. January February March April May June July August September October November December. days of the week أيام الأسبوع، وهم 7 days 7 أيام، وهم Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday. بعد ما الطفل عرف months of the year شهور السنة and days of the week أيام الأسبوع، يبدأ هنا يحدد الديت التاريخ. أول حاجة day Thursday، يبقى عرف كده اليوم هو الخميس. تاني حاجة هنا day 13، اليوم بالأرقام ايه هو 13. كمان المانث الشهر فبراير، وكمان اليير 2020. بعد كده هنا هسأله سؤال، هقوله what date is it today، ما هو تاريخ اليوم؟ هيبدأ هنا يجاوبني، هيقولي لو بالأيام هيقولي it is Thursday إنه الخميس. لو بالأرقام هيبدأ هنا يقولي 13 of February 2020. يبدأ يقراه وكمان عشان يقدر ان هو يكتبه في السكتش او في البوك. وهنا الطفل بعد ما حفظ days of the week ايام الاسبوع، يبدأ هنا يقول لي today is اليوم هو Thursday الخميس. tomorrow is غدا هيكون Friday الجمعة. yesterday was بالأمس كان Wednesday. Today's date with Farida. Today is Thursday of December 2019. Today's date with Ali. Today is Tuesday, date of December 2019. تاني حاجة معانا هنا النتيجة باللغة العربية. أول حاجة هنا أيام الأسبوع بادئة من يوم السبت لغاية يوم الجمعة،
وشهور السنة بادئة من شهر يناير لغاية شهر ديسمبر، وكمان مرقمة من أول رقم 1 لغاية رقم 31، ومع بداية كل شهر بتبدأ الأرقام تتعاد من البداية. هنا أسماء شهور السنة الميلادية باللغة العربية: يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. وكمان أيام الأسبوع: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت. هنا من خلال النتيجة الطفل يقدر يحدد التاريخ. هنا عندنا اليوم هو الأربعاء، واليوم بالأرقام هيكون 12، وكمان الشهر فبراير، وآخر حاجة السنة 2020. أبدأ هنا أسأل الطفل: ما هو تاريخ اليوم؟ هيقولي لو بالأيام هيقولي إنه يوم الأربعاء، ولو بالأرقام هيقولي 12/2/2020. كمان هنا النتيجة بالشهور الهجرية لازم الطفل يكون عارفها، بادئة من شهر محرم لغاية شهر ذو الحجة. يبدأ هنا الطفل يعرف the months of Islam اللي هو شهور السنة الإسلامية بالهجري. أول حاجة هنا محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادي الأول، جمادي الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. يبدأ هنا من خلال النتيجة اللي موجودة قدامه يحدد أول حاجة اليوم هو الأربعاء لأنه هو كان عارفها في النتيجة باللغة العربية الميلادي. تاني حاجة هنا اليوم هو رقم هنا 19، والشهر ربيع الثاني، والسنة 1441 هجريا. هنا هبدأ أسأله ما هو تاريخ اليوم. طبعا هجريا هيقولي إنه يوم الأربعاء لأنه هو كان عارف يوم الأربعاء من أيام الأسبوع في النتيجة الميلادية. بعد كده هنا هيقولي 19 ربيع الثاني 1441 هجريا، دي بالأرقام زي ما موجود قدامنا كده. كمان مهم جدا الطفل يعرف مع الكالندر النتيجة، يكون عارف الفور سيزونز الفصول الأربعة وإحنا في أنهي فصل من الفصول الأربعة، وكمان يعرف الويزر الطقس. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي ده. فور سيزونز الفصول الأربعة، ودي مهم جدا ان الطفل يكون عارفها مع الكالندر النتيجة، ويكون عارف هو في انهي سيزون، وده بيعرفه من خلال الكلوزز الملابس اللي هو بيكون لابسها، ومن خلال الويزر حالة الطقس اللي موجودة. هنا عندنا في الماس وول وسيلة تعليمية بيكون عليها الفور سيزونز. هنا عندنا وينتر سيزون، أو لما بيجي فصل الشتاء بنضع علامة السهم على وينتر سيزون. أو لما بيبدأ سبرينج سيزون فصل الربيع بنضع علامة السهم على فصل الربيع سبرينج سيزون. وأول لما بيبدأ سمر سيزون فصل الصيف بنضع العلامة على سمر سيزون. وأخيرا فول سيزون فصل الخريف بنضع العلامة على فصل الخريف. وبعد كده معانا هنا الويزر يعني الطقس الطفل بيعرفه من خلال النشرة الجوية أو من خلال الجو كل يوم عامل ازاي. زي هنا عندنا برضو من خلال الوسيلة التعليمية دي الطفل بيقدر يحدد من خلال السهم الجو عامل ازاي النهاردة. أول حاجة الجو لو صني مشمس بيضع علامة السهم على صني مشمس. لو الجو ريني ممطر بيضع علامة على الريني ممطر. لو الجو النهاردة كلاودي يعني غائم في سحب يعني بيبدأ يضع علامة السهم على كلاودي. لو الجو النهاردة ستورمي عاصف بيبدأ ان هو يضع علامة على ستورمي. ولو الجو سنوي وديت موجودة في الدول أوروبا اللي الجو بيبقى عندهم بيبقى فيه تلج بيضع علامة على السنوي.
نشوف بعض الاكتيفيتيز اللي ممكن نطبقها مع الأطفال من خلال الفيديو اللي جاي ده. activities. هنا ممكن نعمل زي اللوحة اللي موجودة قدامنا دي من الورق او من الكرتون. نبدأ ان احنا نعلم الطفل الكالندر النتيجة، زي هنا الداي، المانس، الديت، الير. كمان هنا شاملة الويزر والسيزون، الطقس، وكمان ممكن تضيفي فيها اي حاجة تعبر عن الطفل. فسهلة هنا تقدري تعمليها والطفل يتعلم من خلالها. هنا برضو بشكل تاني يتعلم النتيجة. ممكن تستخدمي اي خامة. هنا ممكن من قماشة اهو معمولة باشكال بالمانسز، بيختار هنا الشهر وبيختار الدايز، هنا اليوم، وبيكتب الديت. فهنا الطفل بيتعلم الاشكال الجميلة اللي قدامنا دي، بيقدر ان هو يحدد الديت. فالطفل لازم يتعلم يقرأ الديت، يقرأ الدايز الأيام، يقرأ المانسز، ويقدر ان هو كمان يكتب الديت. ده هينفعه جدا في السنين اللي هتيجي بعد كده ان شاء الله في المدرسة. فبأي أشكال وبأي خامات تقدري ان انت تعملي، من الفوم، من الكرتون، من الورق، أي أشكال من الكالندر النتيجة بشكل مبسط كده. الوركشيتس الخاصة بكالندر فور سيزونز اند ويزر هتلاقوها موجودة في الديسكريبشن بوكس. هتلاقوا لينك ادخلوا عليه واطبعوا الصور دي وخلوا اولادكم يحلوها. وبكده تكون انتهت حلقتنا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. ولمزيد من حلقات تأسيس ماس كي جي 1 دعموا القناة بلايك، كومنت اند شير الموجودين اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.